السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى صحابته أجمعين. هنعمل ايه النهاردة كده؟ ان شاء الله هنعمل المحشي. وما تتخضيش كده من منظر الرخامة ده، في ثانية كل ده هيتلم طبعا كده. وخلينا نقول مقاديرنا بسيطة جدا، وخلينا نقول كده على البركة. عندي هنا 3/4 كيلو كوسة، بقول بالوزن علشان الرز ما يبقاش زيادة معاكي. وعندي ربع بدنجان وربع فلفل وربع كيلو ورق عنب. وطبعا دول مش محسوبين الصغننين دول لانهم حاجه بسيطه جدا. عندي هنا الخضره بتاعتي: واحده شبت، واحده بقدونس، واحده نعناع، ومهم جدا النعناع بيدي طعم حلو جدا للمحشي. نص كيلو طماطم مبشوره، 3 بصلات برضو مبشورين. وعندي هنا كده معلقتين صلصه معلبات، وطبعا البهارات بتاعتنا. عندي مكعب ماجي، عندي نص معلقه كمون، نص معلقه فلفل اسمر، نص معلقه بهار، ومعلقه كبيره ملح. وطبعا هقول الزيت وانا بحطه. ودي كده كوبايه شاي بنعناع لازم نعملها طبعا واحنا بنعمل المحشي عشان ست الكل تروق على دماغها وهي بتعمل المحشي. خلينا نقول على البركه كده، افضي الرخامه ونبدا نشتغل. يلا بينا نحضر الخلطة. عندي هنا 3 كوبايات رز مغسولين، وده الوزن اللي على قد حاجتي بالظبط عشان ما يفيدش طبعا مني. بسم الله كده. هننزل بنص كيلو طماطم مبشورة، هنزل كمان بالبصل، ووراها كده الخضرة. انا ما بحبش المحشي المتسبك، انا بحب ده طبعا اخف واحلى بصراحة، وكل رأي يحترم طبعا، بس انا بالنسبة لي ده اخف واحلى. وكمان معلقتين الصلصة. نقلب بقى. خلاص كده انا قلبت الرز في الحاجات اللي انا حطيتها. ربع كوبايه زيت. بصي بقى جمال الخلطه، ولا تسبيك ولا حاجه. ربع كوبايه زيت من كوبايه القهوه. حلوه قوي ربع كوبايه زيت. وكمان انزل بالبهارات اللي انا قلت عليها، وبرضو اديهم كده تقليبه كويسه. خلاص كده انا جهزت الخلطه. هتعملي ايه بعد ما تجهزي الخلطه؟ اكتر حاجه هتعمليها هتدوقي كده بس بطرف لسانك الملح بتاعك مظبوط ولا لا، لان في ملح العلب ده مش بيملح كويس بصراحه. انا كمان اضفت كمان ربع معلقه ملح لان حسيت الملح ضعيف شويه، لان هو برضو ملح العلب. فلازم تدوقي ملح الخلطه بتاعتك كويس ولا لا، علشان لو عايزه تديلها برضو شويه ملح تاني. بعد ما جهزنا الخلطة، عندي الحلة بتاعتي اللي طبعا هحط الحاجة فيها. حطيت قلب الكوسة كده من تحت. ابدأ بقى بالكوسة. بسم الله. عندي الكوسة اهي طبعا متقورة ومغسولة كويس. اهم حاجة بس انك ما تمليش الحاجة لجوه خالص. انا كده خلاص بالنسبة لي حلوة جدا الكوسية. وطبعا لازم انضفها من بره، ما يبقاش فيها حاجة. بتسيبي فيها قد ايه؟ ادي الفراغ اللي بتسيبيه فيها، ولازم طبعا تنضفيها من بره. ادي الفراغ اللي بتسيبيه فيها اهو كده، لان طبعا الرز لسه هيستوي. بنروح على الحله نعمل واحده كمان. اهي كده الفراغ اللي بيتساب في الكوسيه. ولازم يا ست الكل من كوبايه الشاي بالنعناع جنب المحشي. امال ايه؟ والله يا ست الكل انتي غلبانه. ربنا يقويكي طبعا. بنعمل كل حاجه، ربنا يقوينا طبعا ويديمها علينا نعمه يا رب، ويدينا الصحه كده، ونفضل نعمل لهم كل حاجه جميله. هنا كده انا خلصت الكوسه اهو في الحله كده. نيجي بقى للبدنجان. نعمل بقى البدنجان. طبعا البدنجان معروف ان هو بياخد رز اكتر من اي حاجه في المحشي يعني، بس برضو يعني برضو مش هنملى البدنجانيه قوي. انا هنا بحط مره واحده كده، عارفه نفسي يعني خلاص هقول كده كفايه. بس كده كده تمام جدا. برضو نفس الحكايه، بس البدنجان بقى الفرق ان انا بس ايه بياخد رز اكتر، فلازم طبعا تكبسيه كويس قوي اهو. وهروح بقى طبعا عند الكوسه برضو جنبهم كده. معذره يا جماعه الرخامه صغيره جدا، فمعذره يعني. وبس كده.
نيجي للفلفل. انا طبعا مش بعمل كميه لان ده على قد غدا، فيعني تعتبر دي كده حله، حتى هعمله كله في حله واحده، حله محشي مشكل كده على قد بس غدا النهارده. ودي كمان الفلفل، انا بحب كده اغسل الفلفل وانضفه واسيب الغطا فيه، يعني كده ما اخليش الغطا مثلا في حته وهو حته، بسيب طرف كده فيه بيبقى شكله حلو قوي. مهم ان كل حاجه ما تملهاش للاخر، بس كده يعني الحاجه بسيطه خالص. وطبعا لما بتحطي الرز ولا حاجه بتحاولي طبعا توصليه للاخر من تحت. وده طبعا الشكل بعد ما خلصنا كده الكوسه والفلفل والبدنجان. نكمل بقى ورق العنب. يلا بينا بقى نعمل ورق العنب. بص، ورق العنب ده انا جايباه طازه النهارده كده، فانا ليه منعكش كده لازم اهتم جدا بغسيله، لونه طبعا مش هفرزه. انا طبعا حتى المتفرز بغسله كويس جدا، بس الفرق ان انا بقى بقعد ارص وما بسلقش ورق العنب، انا بفرزه وهو كده بغسله كويس جدا وبسيبه يتصفى لمده ساعتين، ساعتين ونص، وبشيله بالعرق بتاعه زي ما هو كده لانه بيحافظ عليه. ولما باجي استخدمه بسلقه سليق عادي جدا، بصي كاني لسه جايباه من تحت، وبيبقى دي احسن طريقه. فده ليه منعكش كده؟ عشان انا طبعا الورق العنب بيبقى فيه تراب جامد قوي، فلازم اقعد اغسله كذا مره. طبعا بعد ما انقيه لازم اغسله كذا مره، وعلشان التراب اللي فيه كل ما هتغسليه هتلاقيه طلع معاكي، بصي يغير لون الميه، معنى كده ان ورق العنب مليان تراب. فعشان كده بقى ايه، قلت يعني اقطع العرق وانا بعمله وارصه. قلنا بس نعمل على قد اللي انا هستخدمهم دلوقتي معاكم. نيجي لورق العنب. بسم الله. ادي شوية الرز، باجي على اخر طرف من ورق العنب. طبعا بعمل الورقة على الوش الخشن. ورقتي بالشكل ده استحالة تفك يا ست الكل، بسرعة جدا وانا بعملها، بس بتك عليها كده تكاية خفيفة بعد ما بعملها. يا رب كده تكون واضحة اهو. اول طرف مع الجنبين، والورقية طبعا الوش الخشن من جوه. ورق العنب الفلاحي ده طبعا احلى ورقة عنب تاكليها، ليها طعم عكس الكبير خالص. دي الورقية الوحيدة كده اللي ليها طعم ومعنى كده، كأنك فعلا سبحان الله بتاكلي حاجة كده ما وصفتش. وبس كده نكمل بقى احنا كده على بركة الله، ونرجع لكم لما نخلص. وبس كده خلاص حشيناها اهي. ما اخدتش مننا وقت، بس للصراحة انا يعني لو ست بتشتغل اقولك قوري المحشي قبليها بيوم هتلاقي تبصي يعني بسرعة جدا خلصتيه، ما اخدش معاكي اي وقت. نيجي بقى للصلصة. انا هنا حطيت كوبايتين مية عدد، عليهم معلقة واحدة بس صلصة من المعلبات، نص مكعب ماجي مبشور، ربع معلقة فلفل اسمر. وهاجي كده بسم الله من الجنب. طبعا مش لازم نغطي المحشي يا جماعة بالمية بتاعته، مش لازم. اظن واضح ان طبعا الصلصة مش مغطياه، ناقصة حاجة بسيطة كده، يعني زي كده مثلا عقلتين صباع، ناقصة كده حاجة بسيطة، مش لازم تغطيه عشان المحشي ما يطلعش منك معجن. اول حاجة هحطه على العين الوسط، اول حاجة لمدة 10 دقايق يغلي جامد على نار عالية، وبعد كده هوسط عليه النار. شوف طبعا المحشي بتاعنا وصل لايه، خلاص كده استوى. يا سلام على الروايح ولا على الطعم الجميل، حلو جدا. طبعا كنت اتمنى ان انا اغرف معاكي، بس للاسف انا عملت الفيديو النهارده على وضع مؤقت، يعني هيقفل مش هلحق. وطبعا المحشي طبعا المشكل ما يمشيش جنبه الا فراخ بانيه، ان شاء الله هينزل لها فيديو صغير على الفيديوهات القصيره، التتبيله بس مش اكتر من كده. ولو عجبتك بقى القناه يا ست الكل ما تنسيش طبعا الاشتراك فيها وتفعيل الجرس علشان يوصلك منا كل جديد، واوعي تنسي اللايك الحلو بتاعنا. وكمان بنرحب بمشتركينا جدا وبنقول لهم نورتونا، يا رب ان شاء الله كده نكون عند حسن ظنكم. ما تنسيش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليوصلك منا كل جديد، وكمان ما تنسيش اللايك الحلو بتاعنا.